يعني الحاجات الاساسيه في الحمل، او زي ما بقول كده الجولدن ستاندرز، الحمل، المتابعات الدوريه، كل حاجه. طيب احنا بقى لو في كاتيجوري معين، ايه هو تصنيف الحمل الحرج؟ حضرتك ذكرت قلت لو الحمل الطبيعي في متابعات دوريه، وده اللي اغلب الناس يعني دلوقتي بقى عندهم وعي بيه. لكن في مصطلح الحمل الحرج، امتى الست تحس ان هي الحمل بتاعها ده تحت بند الحمل الحرج؟ هو الحمل الحرج هو أي حمل بيتوقع فيه الطبيب أو اللي بيقوم بالرعاية المريضة بيتوقع فيه مشاكل أكثر من الطبيعي بالنسبة للسيدة أو الأم. تمام. أو للجنين. تمام. لا قدر الله. أسباب الحمل الحرج أو تصنيفاتهم. تصنيفات بالظبط كده. أسبابه ممكن تكون حاجات في التاريخ المرضي للسيدة، ممكن تكون حاجات في عدد الأجنة، ممكن في حالة الجنين نفسه. يعني مثلا السيدة اللي حامل وهي فوق سن 40 ده يعتبر حمل حرج. ده معانا بالكاتيجوري ده. السيدة اللي حامل في أكثر من بيبي توائم، ده حمل حرج. تمام. السيدة اللي بتعاني من ضغط ده حمل حرج. السيدة اللي بتعاني من سكر ده حمل حرج. تمام. السيدة اللي مثلا عاملة حقن مجهري. ايوه صح. وكان في فترة عقم، ده بيعتبر دلوقتي حمل حرج. تحت بند الحمل الحرج. برضو بعض الحاجات اللي بتكتشف أثناء الحمل زي المشيمة المتقدمة أو المشيمة الملتصقة، ده برضو يعتبر أثناء رحلة الحمل. ده حمل حرج. تمام. وجود أمراض حتى ملهاش علاقة بالحمل تانية، زي مثلا أمراض في القلب. وجود أمراض مناعية زي الذئبة الحمراء. تمام. وجود أمراض زي الفشل الكلوي. في سيدات عندهم فشل كلوي بيغسلهم وبيحدث لهم حمل. بيحصل حمل. ده طبعا حمل حرج ومحتاج رعاية خاصة، غير طبعا الحمل العادي الطبيعي. عدد مرات الزيارة الانتينيتال كير أو مرات المتابعة بتكون أكتر طبعا. لكل بقى انتيتي أو لكل مريضة أو لكل مرض حسب مرضها، حسب المرض ده بيبقى لها طبعا طريقة معينة حتى علشان الطبيب يعرف ينهي الحمل ازاي وامتى. تمام. يعني كل ده مهم طبعا. يقيس المدى، يعني الحمل، هل الحمل هيمشي كويس ولا في خطورة على صحته؟ بالظبط، الامور ماشية كويس ولا محتاجة تدخل منه في اي وقت. تمام يا دكتور.